عارف اللوحات اللي بتبقى محطوطه فوق الكنبه في نص الحيطه، اللي فيها منظر طبيعي او نقش عربي ممكن ما تكونش عارف تقراه قوي، او لو انت من ايجيبت ممكن حبه خطوط تجريديه او حاجه مش مفهومه. طب بصراحه هل انت بتفهمها او حتى بتحس بيها؟ النهارده نسال سؤال ما جاش على بال ناس كتير قوي: ليه بنعلق لوحات ممكن ما نكونش بنفهمها؟ انا محمد احمد عبد اللطيف، ودي اوضه وصاله. اقول لك على حاجه، اول حاجه الموضوع اكبر من ان هو يكون حبه ديكور بس. في كل بيت في حاجات محطوطه كده مش عشان احنا عايزينها ولا عشان احنا بنحبها او بنفهمها، لا، هي محطوطه عشان بس يكون شكلها شيك. ده بقى احنا بنعرفه بالذوق الموروث او taste inheritance. يعني ايه؟ يعني انت بتورث اختيارات وبتكررها مش عشان انت عايزها، لا، انت شفت ناس بيعملوها عجبتك دخلت دماغك فقلت انت كمان تعملها حتى لو انت مش فاهمها قوي. يعني انت مثلا شفت فئة معينة من المجتمع بيشتروا لوحة معينة او قطعة فنية معينة او اي حاجة، فانت قررت تجيبها عشان تبقى زيهم او عشان تحس انك كلاسي. بس النقطة ان انت بتجيبها من غير ما تسأل هل الحاجة دي شبهي انا فعلا، هل انا فاهمها، هل بحبها، هل انا عايزها تبقى موجودة في بيتي، ولا بجيبها بس عشانهم. دلوقتي بقى في نسخة أحدث من نفس المشكلة، وهي الذوق المعلب. يعني الذوق اللي جاي جاهز، تخش أي محل أثاث، تخش موقع بيبيع ديكورات، تخش تكتب في جوجل مثلا أو في بنترست صور لغرفة معيشة، هتلاقي نفس اللي هو هتلاقي كنبة مثلا لونها رمادي، ورد بلاستيك، سجادة شكلها لطيف. أيوة فعلا شكلها ممكن يكون جميل، بس ما بتحسش قوي ممكن ان انت في بيت، تحس ان انت داخل على مجلة ديكور. يعني بمعنى اصح كتالوج. الحاجات دي بقت اكتر انها منتج مش تعبير، منتج زي اي منتج استهلاكي، في صغير، في ميديم، في لارج، في مجموعة الوان محددة انت بتختار ما بينهم، في ستايل مودرن، ستايل بوهو، بس في الاخر كله معمول عشان يبيع كتير مش عشان يعبر عنك انت. نفس فكرة ايكيا، المنتج اوكي عملي شكله جميل ويتركب بسرعة، بس ما تحسش ان فيه اي طابع شخصي، او يعني ممكن ما يكونش فيه الروح. هي نفس الصورة ممكن تلاقيها في 30 بيت زيك، نفس النبات هو تلاقيه في كل البيوت. ده بقى اسمه standardized aesthetic او الذوق الموحد. كل حاجة ممكن يبقى شكلها جميل وشكلها نظيف، بس ما تحسهاش حاجة حقيقية، حاجة ما فيهاش روح، حاجة ممكن تتصور على الانستجرام ويبقى شكلها حلو، بس ما تحسش انها بتخاطبك انت او بتسيب فيك اي اثر. فبقينا نعلق اللوحة عشان لازم نعلق حاجة على الحيطة، او عشان الناس لما تيجي ما تشوفش ان في حيطة عندنا كده فاضية وملهاش اي معنى. بس في اللحظة اللي الذوق بقى فيها موحد في البيوت، وان البيوت اتكررت وبقت نسخة من بعض، مع الاسف بقى كل الذوق المفروض علينا حاجة مفرضة علينا. بس في اللحظة اللي الذوق بقى فيها موحد، البيوت بقت نسخة مكررة من بعض، الحيطة بقت إعلان صامت عن ذوق موحد مفروض علينا كلنا. فالمشكلة مش ان اللوحة حلوة او مش حلوة، مفهومة او مش مفهومة. المشكلة هل اللوحة اللي متعلقة على الحيطة دي انت فعلا عايزها، انت بتحبها، ولا احنا نفسنا بقينا مش متأكدين من ذوقنا، مش متأكدين من الحاجة اللي احنا عايزينها او مش عايزينها. يعني مثلا هل فكرت مرة انك ترسم حاجة حتى لو ما بتعرفش ترسم كويس قوي وتعلقها؟ لا، ممكن تقول شكلها بسيط او شكلها طفولي جدا وما ينفعش تتعلق. طب مثلا صورت صورة حلوة تفكر تطبعها وتعلقها، هتقول لا يعني مش احترافية، لا اجيب حاجة شكلها احسن افضل من بره. او مثلا تجيب حاجة من سوق شعبي، هتقول لا يا عم عندي كنبة شكلها لطيف ما ينفعش احط جنب ديت حاجة تانية. هتعمل ايه بقى؟ تروح تشتري حاجة متفق عليها. فكأن الديكور هو اللي بيوافق علينا، مش ان الديكور حاجة محطوطة او موجودة عشان تعبر عننا وتخاطبنا. علم النفس بقى يقول ايه؟ علم النفس قال في كده برضه حاجة، ايوه علم النفس ما سابناش، قال عليها static insecurity، يعني عدم الامان الجمالي. يعني انت مش عارف انت بتحب ايه ومش متأكد ان انت بتحبه هينفع يتعلق على الحيطة ولا لا. فالحل يا سيدي بيكون انك بتقلد، بتشوف الناس ماشية على ايه وبتعمل انت كمان زيهم. بس المشكلة بقى بتتحول لحاجة اعمق من كده بكتير، ان احنا بنقعد نقلد لحد ما نوصل لمرحلة ما بقناش عارفين نفرق بين ذوقنا الحقيقي او الحاجة اللي احنا فعلا بنحبها، وبين الحاجة اللي المجتمع فرضها عليك او الحاجة اللي المجتمع عايزك تحبها عشان ما تبقاش غريب عنهم. فساعتها هتستسلم وتفضل انك تدور على حاجة آمنة عن انك تدور على حاجة فعلا بتعبر عن نفسك. فبدل ما تعلق لوحة او رسمة او ايا كان بتقول انت مين، تعلق حاجة بتقول انا مش غريب. بس خلي بالك، كل ما البيت بقى متظبط اكتر للناس اللي جايلك من بره، كل ما يبعد عنك انت شخصيا اكتر. الا بقى لو في حالة ان ذوقك وذوقهم نفس الحاجة، دي حاجة مختلفة. واحد ممكن يقول لي يا عم احنا في ايه ولا في ايه، احنا في ظروف صعبة، هل يعني عندنا وقت ان احنا نجيب لوح ونعلق وبتاع؟ اقول لك على حاجة يا سيدي، اللوح
ما بتتقاسش بانها غالية او رخيصة. مش شرط عشان اللوحة تبقى حلوة انها تكون من جاليري مشهورة او جايبها من فنان معروف. فعشان كده نهدى شوية ونعرف ايه هو اصلا تعريف اللوحة الحلوة. بص يا سيدي، الفن اصلا مش معمول عشان تسعره. سيبك بقى من الشغل بتاع التجريديين واللي بيبيعوا باسعار خرافية والحاجات دي. وعلى فكرة الفن مش شرط انها تكون حاجة دايما بتتفهم، هو ممكن يكون بيخاطب حواسك انت، تحس بحاجة معينة لما تشوفها تقول سبحان الله، تستمتع بشيء معين، تفكر في حاجة معينة. ممكن تكون الفن عبارة عن رسمة رسمها ابنك الصغير فبتعلقها على الحيط عشان انت فخور بيه، او صورة لرحلة قديمة رحتها مع عيلتك في المصيف فصورت البحر مثلا فبتبص عليها وتفتكر الايام الجميلة، او خريطة المدينة انت عشت فيها وحبيتها، او حتى قصاصة من جورنان ليك معاه ذكرى معينة. فاللي بيخلي اللوحة اللي بتعلقها حاجة حقيقية مش تمنها ولا شهرتها، بس هي بالنسبة لك ايه، بتعبر لك عن ايه. فاللي بيخليها لوحة مش تناسقها مع الوان الأوضة ولا مع الوان الركنة الرمادي. اللي بيخليها لوحة صادقة وحلوة هو انت. في فرق انك تحط حاجة معلبة، فن معلب، وانك تحط حاجة انت مختارها وعارف انت مختارها ليه. يعني مش لازم اللوحة تقول ان انت واحد فنان وبتفهم في الفن وكل حاجة، لا عادي جدا تكون حاجة بسيطة بس انت بتحبها. يعني تخلي لوحاتك شبهك مش شبه الترندات، لان الصور او اللوح مش معمولة عشان تبقى باك جراوند او خلفية للصور بتاعتنا، هي معمولة عشان كل ما نبص نفتكر حاجة معينة او نحس باحساس معين. فالسؤال بقى هنبدله، مش هنقول ايه هي اللوحة الحلوة، هنقول ايه هي اللوحة اللي لما تبص عليها ممكن تبتسم، تضحك، تفكر في حاجة معينة، تحلم، او حتى تتلخبط. اللوحة مش شرط تكون مفهومة بالنص، اللوحة رايحة ليك انت، رايحة لذوقك، لطفولتك، لحلم بيلح عليك، لفكرة بتفكر فيها، لمكان شفته. اللوحة مش شرط تكون غالية ومش شرط تكون مشهورة، المهم فيها ان انت علقتها او حتى سبتها متعلقة بقرارك. وعلى فكرة لو انت ما بتحبش اللوح، على فكرة الحيطة الفاضية برضو مش عيب، واللوحة الغالية مش شهادة ذوق. لو حد جالك في البيت زارك وقال لك ايه اللي انت معلقه على الحيطة ده، قول له يا عم ده بيتي مش بيتك. في النهاية انت اللي قاعد في البيت، انت اللي بتبص على الحيطان كل شوية، مش هو اخره نص ساعة وهيمشي مثلا. في النهاية يعني ده بيتك، ده مش جاليري مفتوح ولا متحف ولا معرض. فخلي الحاجات اللي متعلقة على الحيطة حاجات تعبر عنك مش تخبيك اكتر. فهي أوضة وصالة، اللوحات اللي فيها لازم تبقى بتاعتك. واحد ممكن يقول لي يا عم لوحات ايه بس وفن ايه، عندنا حاجات اهم في حياتنا. طب مين قالك اصلا ان الفن مش مهم؟ بس الموضوع ده موضوع كبير جدا ومحتاج له حلقة لوحده. فلو انت مهتم اكتب لي في الكومنتات ونعمل حلقة مخصوص عن الموضوع ده. ولو لسه مش مشترك اشترك عشان نعلق مع بعض حاجة لها معنى بدل ما تكون اللوحات بس منظر. والسلام ختام.